مشاهدينا الأعزاء، ومن داخل كلية الصيدلة بجامعة المنوفية نستأنف ما بدأناه بالأمس من تغطية حصرية لهذه الندوة المميزة، والتي تقدمها الدكتورة نجوى حبيب بقسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب. أهلا بك ضيفة عزيزة غالية علينا. اهلا وسهلا بحضرتك وكل اللي بيشوفونا. يعني ما شاء الله ندوة جميلة ومميزة ولها أصداء هامة جدا، وهي تمثل المجتمع وما يعانيه من مشاكل حاليا في قطاع الإدمان. كلمينا حضرتك ماذا قلت اليوم لطلبة كلية الصيدلة؟ والله النهارده اتكلمنا معاهم عن الادمان، تعريفه وحجم المشكله في مصر. وضحنا لهم بالارقام والاحصائيات حتى اللي منزلها صندوق مكافحه التعاطي والادمان ان المشكله في مصر ضخمه قوي، والاعداد المدمنين وصلت لايه وانهي مراحل عمريه. كمان شرحنا لهم اشهر انواع دراجز اوف ابيوز او مواد الادمان اللي الناس دلوقتي بيستخدموها، وشرحنا لهم كمان اهم طرق العلاج، واديناهم فكره ان شاء الله يكونوا استفادوا منها. لو قلنا حضرتك رسالة بنخرج بيها من هذه الندوة بنوجهها للرأي العام بصفة عامة، مش طلبة صيدلة فقط يعني، وده المرجو الأساسي أو الهدف الأساسي من الندوة. والله احنا نقول للكل ان هم يعني يرجعوا لقواعد دينهم الحنيف، وان ربنا حرم كل ما يحجب العقل، وانهم يكونوا عارفين ان الحاجه دي اولا واخيرا حرام، بيضيع فيها عمرهم وفلوسهم وصحتهم واسرهم. نتمنى حتى ان الدوله تكثف جهودها في موضوع محاربه الادمان والسيطره على السوق، لانه حجم المشكله وصل كبير جدا وبيمس كل اسره وكل قطاع في المجتمع. يعني اتكلم برضه واستنز فرصه وجود حضرتك واتكلم على حبه الغله وما تعانيه مصر حاليا من هذه الحبه وحالات الانتحار الكثيره. تقولي يا حضرتك يا دكتوره؟ لا، موضوع حبه الغله وصل لحدود يعني غير مقبوله تماما. احنا يوميا في مركز السموم عندنا في جامعه المنوفيه هنا بيجي لنا حالات انتحار بحبه الغله يوميا، 3 و4 حالات انتحار غير اللي ربنا بيكتب لهم النجاه. حبه الغله بيشتروها بمنتهى السهوله من محلات، وفي القرى بالذات ما عليهاش اي قيود، بينتحروا بيها لانها مميته وسريعه جدا. احنا نفسنا ان الدوله تحط عليها قيود لتداولها، تمنع الاتجار فيها بمنتهى السهوله كده، لان حتى فوجئنا انه بيوصل تداولها للاطفال من اول اعدادي كده، سن اعدادي اصبحت عادي عندهم جدا ان يشتري حبه غله ويهدد اهله انه هيموت نفسه عشان لو ما عملولوش كذا. فالموضوع فعلا محتاج تضافر جهود كتيره جدا. مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم معنا ومن داخل كليه الصيدله بجامعه المنوفيه. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ الدكتور هيثم ميمون عميد الكليه. اهلا بضيف عزيز وغالي علينا. اهلا وسهلا. اليوم شهد قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه لكليه الصيدله ندوه بعنوان عيشها صح ولا للادمان. يعني استضافه مثل هذه الندوات يا دكتور هيثم يستفيد منه ابنائنا الطلبه والطالبات. رساله توجهها لطلبه كليه الصيدله بعد هذه الندوه المميزه. الحقيقه الندوه ناجحه والحضور فيها كان مكثف، لان يعني الدكتوره نجوى من الناس الممتازه جدا جدا في طب السموم والطب الشرعي، فهي يعني كانت ندوه شيقه. انا حضرتها بنفسي، كانت ندوه شيقه جدا جدا، والناس استفادت لانها بتمس تقريبا غالب الاسره المصريه. التوجه للادمان اصبح مش قاصر على فئه معينه من المجتمع، لا بقى ماسك الفئات كلها بكل طبقاتها، بكل مراحل العمر اللي موجوده. وبالتالي يعني كان مهم جدا جدا لطلبه كليه الصيدله انهم يعرفوا حجم المشكله اللي ممكن يواجهوها لما يتخرجوا، يعرفوا ازاي يواجهوها، ويعرفوا المسميات المختلفه للحاجات المستخدمه دلوقتي في المنتخب من مختلف نواحي الجهات اللي ماشيه في الاتجاهات الشرعيه والاتجاهات الغلط اللي بيمشي فيها ناس ماشيه في اتجاهات المخدرات والكلام ده. فلا، الندوه كانت كويسه جدا كخدمه المجتمع وكخدمه بالذات لكل الصيدله عشان تتخرج عارف حجم المشكله دي. يعني كل الشكر والتقدير لحضرتك الاستاذ الدكتور هيثم ميمون عميد كليه الصيدله بجامعه المنوفيه، ودائما في رقي وازدهار. تسلم يا حبيبي، شكرا جزيلا. مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم معنا ومن داخل كليه الصيدله بجامعه المنوفيه. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ الدكتور شادي علام وكيل الكليه لشؤون خدمه المجتمع. اهلا بك ضيفا عزيزا غاليا علينا. اهلا وسهلا بحضرتك محمد، دايما مشرف. دكتور شادي، يعني كلمنا عن الندوه النهارده والهدف منها فين؟ هو الحقيقه يعني نتيجه الاحباطات والحاجات اللي بيعاني منها الشباب دايما، فاحنا كان في توجه من الجامعه برعايه الدكتور عادل ان هو نبقى في ندوات منظمه
بصفه مستمره عن التوعيه بمخاطر الادمان، وبرعايه طبعا الدكتور هيثم سياده العميد. يعني الدكتوره نجوى شرفتنا النهارده، هي مدرسه الطب الشرعي والسموم في كليه الطب. كانت الحقيقه ندوه مثمره جدا، لان هي ما كانتش ندوه علميه على اكتر منها ندوه توعويه، حتى بالاسماء الدارجه للانواع المخدره والحاجات دي. الحقيقه كانت ندوه مثمره جدا وكلنا استفدنا منها بدرجه كويسه جدا. والحاجات اللي هو لان احنا برضو في الصيدليات ما بنبقاش اوير بالحاجات دي، يعني في انواع من الادويه اللي هي بتستخدم كمسكنات وحاجات طبيعيه كلنا بنصرفها في الصيدليات، لا هي نبهتنا ان الحاجات دي للاسف بعض الناس المدمنين بيستخدموها استخدام غير شرعي، فنبقى برضو ان احنا نبقى يعني حريصين جدا في صرفها، ولازم تصرف بروشته طبيه، ولازم يعني نبقى متاكدين من حاله المريض ده. فهي الحقيقه كانت ندوه مثمره جدا، وكانت القاعه كانت كلها الطلبه استفادوا منها، واعضاء هيئه التدريس كانوا مشرفينا كلهم، فكانت ندوه الحقيقه مثمره جدا، من اكثر الحاجات اللي الواحد استفاد منها الحقيقه. قطاع خدمة المجتمع بكلية الصيدلة قطاع أصيل وهام جدا لخدمة المجتمع بالفعل، يعني أهم ما تم خلال المرحلة الأخيرة من إنجازات لهذا القطاع حتى تظهر كلية الصيدلة بشكل براق ومتميز في المجتمع. هو الحقيقه احنا يعني أنا من اول ما توليت القطاع كان حاولنا ان احنا نبقى فيه مشاركه مجتمعيه، فاحنا عندنا مثلا قوافل يعني اسبوعيه بنطلع فيها قوافل. بدانا نخاطب شركات الادويه، شركات الادويه بدات ان هي الحقيقه بتطلع علينا في ادويه كتير جدا، وبدانا نمرن الطلبه ان ازاي نعمل لها، وعملنا لها زي بنعمل دلوقتي. كنت لسه بكلم سياده العميد، بدانا نعمل صيدليه خيريه في الكليه هنا فيها انواع كتير فيها يعني كل انواع الادويه غالبا، والشركات بدات تتبرع لنا، وفي ناس كمان من الطلبه والجمهور بداوا ان هم يتفاعلوا معانا وان هي تخدم القوافل وبعض القرى اللي هي لسه ما وصلناهاش الرعايه الصحيه بطريقه كافيه، طبعا بالتعاون مع كليه الطب. يعني احنا لسه في قافله يوم السبت اللي جايه برعايه معالي رئيس الوزراء وبالتعاون مع كليه الطب وتحت رعايه الدكتور عادل مبارك، ان هي دي هتبقى فيها جميع التخصصات وجميع من صرف من الكشف والعمليات حتى في مستشفى الجامعه وصرف الادويه بالمجان. رساله اخيره بتوجهها حضرتك دكتور شادي علام وكيل كليه الصيدله لخدمه المجتمع، فماذا تقول لابنائك من الطلبه والطالبات بكليه الصيدله؟ انا بقول لهم دايما ان هو دايما الحمد لله في امل، ودايما ان انت يعني احنا من الناس اللي هم زي ما بيقولوا كلها كليات قمه، وكل واحد في مجاله وهو متميز في مجاله، فان هو دايما في امل، ودايما تراعي ربنا في شغلك، وان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا. ولازم يبقى ليك هدف في الحياه عشان تحققه، دايما تحط نصب عينيك، وبعدين بعد كده هو ربنا بيسهل بقى. المهم الواحد يعمل اللي عليه والباقي بقى على ربنا، اللي هو ربنا بييسر. ونستكمل معا من داخل كلية الصيدلة جامعة المنوفية، وهذا اللقاء مع دكتورة مروة محفوظ مركز الخدمة العامة بكلية الصيدلة. أهلا بك يا دكتورة مروة. أهلا وسهلا. يعني كلمينا بقى عن المركز ده والدور الجميل اللي احنا شايفينه. والله مركز الخدمة العامة ده وحدة ذات طابع خاص تبع لكلية الصيدلة جامعة المنوفية، متميز فيها إن هي تضم مجموعة ونخبة متميزة جدا من أعضاء هيئة التدريس، اللي كان الدور الأساسي ليهم على عاتقهم إن هم يحسنوا مهنة الصيدلة طبعا للكارير اللي موجود دلوقتي والتحديات الموجودة في السوق، يخلقوا دور صيدلي جديد يقدر يتخصص في مجالات متعددة زي ما صيدلي التغذية، صيدلي اللقاح، السلامة والصحة المهنية، صيدلي الجودة، صيدلي اللياقة الدوائية، الصيدلة الذهنية، مجالات كتيرة بدأ الصيدلة يدخلوا فيها في الآونة الأخيرة، وده دور مركز الخدمة إن هو يعمل الدور ده إن شاء الله بإذن الله، يعني على مستوى المحافظة وبره إن شاء الله. يعني لا شك إن مركز الخدمة العامة في كلية الصيدلة مؤكد إن بيكون له دور مهم جدا لخدمة المجتمع أيضا، يعني بالإضافة لإقامة الندوات والملتقيات. الرؤية المستقبلية اللي حضرتك تتمنيها لهذا القطاع؟ الرؤية المستقبلية إن شاء الله إن إحنا في اتجاهنا إن إحنا نقدم استشارات لشركات الأدوية المختلفة في مجال تصميمات الأدوية الجديدة، مجال النانو تكنولوجي، مجال كان برضه الصيادلة بدأوا يقتحموه بكثرة مجال التجميل، الصيادلة كتير بدأوا يدخلوا في مجال التجميل، لو إن شاء الله يكون الصيدلي ليه دور فيها، طبعا نظرا لارتفاع أسعار المنتجات التجميل العالمية، فهيحل محلها إن شاء الله المنتجات المحلية بتاعتها، ويجي الدور ده منها إن إحنا نكمل أبحاث علمية في مجال تصنيع الادويه بوجود الاعضاء التدريس النخبه منهم والصيادله الخريجين والمتخصصين في المحافظه وبره المحافظه، بحيث يبقى الصيدلي له دور فعال ان شاء الله. رساله تختمي بيها هذا اللقاء حضرتك تقولي ايه فيها؟ اتمنى اشوف كل صيادله في مصر على
الوضع اللائق بهم، اللي هم فعلا يقوموا فيه بالدور المهم الاساسي في خدمه المجتمع، خدمه انفسهم، خدمه المنظومه الصحيه. دكتورة مروة محفوظ، كنت ضيفة عزيزة غالية علينا، كل الشكر والتقدير والرقي لحضرتك إن شاء الله.